ازاي اعمل اسبانيش لاتيه او وايت موكا بسعر قليل احلى من الكافيهات المشهورة والغالية؟ حتى في كافيهات بتعملها اي كلام ومبيبقاش ليها علاقة بالمشروب وبتبقى غالية جدا. اللي بيفرق الوايت موكا عن الاسبانيش لاتيه هي الشوكولاتة البيضة. لو عندنا شوكولاتة بيضة هيبقى مشروب وايت موكا. اول حاجة لازم يبقى عندنا حليب مكثف محلى، وممكن تستعمل اي نوع اللي يناسبك على حسب السعر. تاني حاجة لو عندك كوفي ماشين سواء مانوال او اوتوماتيك تقدر تعمل اسبريسو، ولو مش عندك اسبريسو ماشين عادي جدا هنقدر نعمل نسكافيه زي ما انا عملت كده بالظبط. اهم حاجة النسكافيه يكون بلاك. تالت حاجة اللبن، تقدر تستخدم لبن سخن او ساقع على حسب انت بتحب المشروب عامل ازاي، ساقع ولا سخن. ولو عملته ساقع انت ممكن تضيف عليه ايس كيوبس ويبقى ايس بانيش لاتيه او ايس وايت موكا. الوايت شوكليت انا عملت غلطة، وهي اني ما سيحتش الشوكولاتة الاول ونسيت وبرشتها مع المشروب بالهاند بلندر. طبعا احنا لازم نسيحها الاول على البخار. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ عملت مشروب ل5 افراد. حطيت الحليب المكثف في حاجة عميقة علشان اضربها بالهاند بلندر، وعملت النسكافيه بلاك في كوباية، وحطيت 6 معالق نسكافيه ودوبتهم في مية سخنة. هو ده النسكافيه البلاك بتاعنا، وهنحطه في الدورق نفسه اللي هنضرب فيه بالهاند بلندر. حطيته فوق الحليب المكثف. تمام. وهنحط الشوكولاتة البيضة بعد ما نسيحها. انا هنا طبعا نسيت وحطيتها من غير ما اسيحها وضربتها فعملت فوم كتير. هي المفروض ما بتعملش المنظر ده لو سيحنا الشوكولاتة. وهنحط اللبن فوقهم وهنضرب كله مع بعضه بالهاند بلندر علشان يتجانسوا والحليب المكثف يتجانس مع المشروب كله. ومش هنحط اي سكر لان الحليب المحلى هو اصلا محلى بالسكر، يعني مش هتحتاج ولا معلقة سكر حتى، وهتلاقي طعمه تحفة واحلى كمان من الكافيهات الغالية جدا اللي بتبيعه بارقام كبيرة جدا.